أشاهد الجميع لانطلاقة الشوط الأول. إذن ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الأول انطلاقة بطيئة لمقصود من البداية، إنما براقة هي التي تتصدر السباق في أول 100 متر، ثم يأتي رياش بفارق طولين في المركز الثاني، إنما المرشح الأول مقصود يحتل المركز الثالث ويأتي بجانبه كابت كروسيدر، وبسمان حتى الآن في المركز الخامس. إذا براقة مع الفارس المتمرن علي سمير يتصدر السباق بفارق 3 طول عن رياش المرشح الثاني في هذا الشوط، وثم يأتي مقصود في المركز الثالث وكابت كروسيدر في المركز الرابع، بينما بسمان في المركز الخامس. إذا براقة لا زالت هي التي تتمسك بصدارة هذا الشوط، وثم يأتي رياش المرشح الثاني، ومقصود في المرشح الأول لا زال في المركز الثالث. إذا براقة هي التي تتصدر السباق، ورياش الآن في محاولة للتخطي. ها هو رياش الآن يتصدر السباق، براقة في المركز الثاني وكابت كروسيدر في المركز الثالث. إذا رياش المرشح الثاني يقترب من انتزاع الشوط الأول. إذا رياش في المركز الأول، براقة في المركز الثاني، وكابت كروسيدر في المركز الثالث، مقصود في المركز. ابتدى اللي هو اندرو إليوت الطلب من الحصان رياش، وبدأ يندفع للمركز الأول، واستطاع أن ينال من الفرس براقة في آخر 2 فيرلونغ. فألف مبروك لسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة على فوز رياش بهذا الشوط، ونتمنى التوفيق للأسماء الباقية في الاستحقاقات القادمة بإذن الله. إن شاء الله. ما شاء الله حققوا نتيجة طيبة اليوم أبو خليفة. بالنسبة عن بس افتقدنا اليوم مقصود، كنا متوقعين أنه راح يكون موجود في أو على منصة التتويج، ولكن ما رحنا بعيد بالنسبة عن